بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دروس اللغة العربية الدرس العشرون شلم نمبر درس. ليلى: يا سلمى، أفي فصلك أيستاس فصل فكلاس طالبات شتا من الصين واليابان دتشن أو اليابان؟ سلمى: نعم، هو في فصلنا 5 طالبات. زمون في فصل كي 5 طالبات دي من الصين دتشن، و4 طالبات تلور طالبات من اليابان الياباني، و8 طالبات أو نوري طالب العلمان من إندونيسيا إندونيسيا دي. ليلى: وفي فصلنا زمون في فصل كي 3 طالبات دري طالبات من الهند، و6 طالبات شباق طالبات من الفلبين، و7 طالبات طالبات من تركيا. سلمى: كم أختا لك يا ليلى؟ تو خندي دستا ليلى. ليلى واي: لي 3 أخوات. زما دري خندي دي. سلمى: وكم أخا لك؟ تو دي. ليلى: لي 5 إخوة. لي 5 إخوة. زما 5 دي. ليلى: سلمى: لك 3 أخوات. ستادري خوندي دي و5 إخوة أو 5 دي. ليلى: نعم، هو. وكم أخا وأختا لك؟ تو أو خوندي ستا. سلمى: لي 4 إخوة. زما 3 دي أو و5 و4 أخوات أو 3 خوندي دي. نقول دي واي لي 4 إخوة. 4 كي تايتانيستا يعني عدد مؤنث معدود بكي مذكر دي، أو 4 أخوات دا 4 كعدد مذكر دي أو أخوات مؤنث يعني عدد أو معدود با درونه ترلسو پورين دا بأغا سر أولتاوي كعدد مؤنث معدود مذكر وكعدد مذكر معدود مؤنث. ليلى: لي زميلة. زمايو ملګري دا اسمها خديجة. داغي نم خديجة دا. لها 8 إخوة. داغي 8 ورونه دي، و8 أخوات أو 8 خوندي دي. قول 8 دا تايتانيستا عدد مؤنث دی او معدود مذکر دی اخوه، او بیا 8 کی تايتانيس نه دراوړي ځکه هغه کې معدود مؤنث دی اخوات. تمارینو: اقرأ واكتب. ولك اول ولا اول دريم 3 طالبات. دري طالبات. 3 دا مذکر دی، طالبات مؤنث دی. 3 دا عدد دی او پدې کې طالبات دا مؤنث دی. او څلرم 4 طالبات. طالبات دا مؤنث دی، 4 مذکر. 5 طالبات. 5 طالبات. 6 طالبات. وهم 7 طالبات. 8 طالبات. 9 طالبات. 10 طالبات. اقرأ واكتب. واي أولك أول. في بيتنا زمون بكور 3 غرف. دري غرفي. دويم في الجامعة 10 حافلات لسبسون دي. دريم في هذه المدرسة 8 مدرسات. أغاءت مدرسي دي. سلورم عباس له 7 بنات. دا عباس وهلولدي. بنزم في بيتنا زمون بكور 9 دجاجات. 9 چرګوړي دي. شپږم في الجامعة 5 كليات. په جامعه کې 5 کلیې دي. وهم في المستشفى په هسپتال کې 10 طبيبات. 10 طبيبات دي او 4 ممرزات. 4 نرسي دي. اتم خالد له 3 أبناء. داغه 3 بچی دي و4 بنات او 4 لوڼي دي. نهم لي 5 إخوة. زما 5 ورونه دي. و6 أخوات او 6 خوندي دي. لسم في هذا الكتاب 10 دروس. فدا كتاب كي 10 درسونه دي. يولسم لنا 4 أعمام. زمون 4 ترګانې دي.
ترونه دي. و5 عمات او 5 عمگانې دي. 12 في بلدي زمونږ په ښار کې 5 جامعات 5 جامعې دي. 14 في ذلك الدرس 8 كلمات په دغه درس کې 8 کلمې دي جديدة چې نوې دي. 14 عندي 3 مجلات زما سره 3 مجلې دي. دریم اجب عن الاسئلة الآتية جواب راکړه د را روانو سوالونو. مستعملا چې استعمال العدد المذکور بین قوسین د 2 قوسین مابینځ کې چې کوم عدد مذکور دی. کم اخ لک څو ورونه دي ستا. لی 6 اخوة زما 6 ورونه دي. دویم کم اخت لک څو خوندې دي. لی 4 اخوات زما 4 خوندې دي یا 5 اخوات. او دریم کم بقرة في الحقل 4 بقرات 4 بقرې یا 7 بقرات. څلورم کم طالبة جديدة څو نوي طلبا دي. في الفصل ففصل کې 9 طالبات 9 طالبات دي. او دا کم اخت لك لي 5 اخوات. او كم بقرة في البقرة 10 بقرات. كم طالبة جديدة في الفصل 9 طالبات. بنزم كم طبيبة في داکتری دي في مستشفى الولادة فهغه د ولادت په هسپتال کې. في مستشفى الولادة 8 طبيبات 8 طبيبې دي. شپږم کم حافلة څو بسونه دي. في الجامعة 6 حافلات 6 حافلې دي. وهم کم ابن لك څو بچي دي ستا. لی 4 ابناء زما 4 بچي دي. اتم کم بنت لك څو لوڼې دي. لی 7 بنات زما 8 لوڼې دي. نهم کم جامعة في بلدك څو جامعې دي ستاسو په ښار کې. في بلدنا 3 جامعات 3 جامعې دي. لسم کم کتابا عندك څو کتابونه دي ستا سره. عندي زما سره 8 كتب 8 کتابونه دي. څلورم دی وای اقرأ الجمل الآتية ووایه را روانې جملې واکتبها هغه ولیکه مع کتابة الأعداد سره د کتابت د عدد الوارده فيها بالحروف چې هغه لیکل سوي په حروف باندې. اول لی 4 إخوة و3 أخوات زما 4 ورونه دي او 3 خوندې. دویم محمد له 5 أبناء 5 بچي دي. و8 بنات او 8 لوڼې دي. دریم عندي 10 كتب 10 کتابونه دي زما سره. و7 مجلات ومجلې. څلورم في المستشفى په هسپتال کې 9 طبيبات 9 طبيبات دي. و6 ممرضات 6 هغه نرسې دي. پنځم عندي 4 قمصان زما سره 4 قمصان. شپږم لهذه السيارة دغه موټر 4 أبواب 4 دروازې. وهم في هذه الكلمة فدا کلمه کې 5 حروف 5 حروف دي. اتم في مدرستنا زمون مدرسه کې 8 مدرسات 8 مدرسات. نهم في بيتنا 10 رجال لس نارینه دي. و10 نساء او لس زنانه دي. لسم ذهب أبي زما والد لاړی إلى الرياض قبل 3 أيام مخکې د 3 ورځو. پنځم اكتب الأعداد من 3 إلى 10
واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. سيارة، عندي 3 سيارات، أو لي 4 أخوات، أو في المدرسة 7 طالبات، أو عندي 8 مجلات، أو لي 5 بنات، أو عندي 4 ساعات. الكلمات الجديدة: المجلة جمع مجلات، الحرف جمع حروف، إندونيسيا الكلمة جمع كلمات. الدرس 21، وبالله تعالى التوفيق.